السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة اوراق الفراخ المخلية ومحشية، او زي ما بنقول عليها الحمام الكداب. وصفة حلوة ولذيذة وخفيفة جدا، مكوناتها بسيطة خالص، وهتكوني جددتي في مطبخك وعملتي الفراخ بطريقة مختلفة شوية، طعم مختلف، يعني كنوع من انواع التجديد والتغيير، حاجة يحبها الاولاد وحاجة حلوة قوي على سفرتك. نبتدي ونقول بسم الله. نبتدي بالمقادير. معانا اول حاجة في حلة على النار هعمل بصلاية كده صغيرة، يعني على قد الرز اللي انا هحشي بيه. بصلاية صغيرة كده في شوية زيت، هنشوحهم على النار يتبالوا بس شوية، وبعدين هنزل عندي بالفلفل الالوان. هقلب بقى الكلام ده كده مع بعضه شوية بس، يعني يتبالوا كده ويمتزجوا شوية مع بعض. وبعد كده بقى هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عبارة عن كمون، مكعب مرقة دجاج، فلفل اسود، كزبرة جافة، توابل فراخ، وبس كده، وبابريكا، وطبعا اساسي الملح. خلصت كده معايا التوابل. في بقى حاجة كده مهمة معايا، الهريسة. لو بتحبي الحاجة سبايسي شوية ممكن تضيفي هريسة او فلفل حراق، برضو هيدي نكهة حلوة. بصراحة هو مداش طعم حار قوي في الفراخ، لان الخضار مع الفراخ يعني امتصت الطعم الحراق ده، ما كانش حراق خالص، بانت في الرز اللي تحت الفراخ لكن مش في الرز اللي جوه الفراخ خالص. خلصت بقى الكلام ده. وكمان انا بحب الزبيب قوي مع الرز اللي بيكون جوه الفراخ، فحطيت معلقتين من الزبيب. طبعا لو حابه تضيفي كبد وقوانص، يعني رز بالخلطه بقى وكبد وقوانص، تمام. لحمه مفرومه برضو تبقى جميله جدا. حباه كده بس بالخضار ساده، طب برضو حلو قوي. نكهه الفراخ فيه قويه ومش محتاجه حاجه. هنقلب بقى الرز مع الخضار مع التوابل بتاعتنا، ودول معلقتين الزبيب اللي قلتلكوا عليهم، هنقلبهم في بعض. وبعدين هننزل بالميه بتاعتنا. الميه طبعا مش كتير، لان انا مش عايزاه مستوي قوي، انا عايزاه نص سوا، عشان لسه هيكمل سواه جوه الفراخ بقى في بقيه الطبخه، علشان ما يبقاش الرز معجن معاكي او مستوي زياده. معايا بقى اوراق الفراخ المخليه، هتبلها. تتبيلتها عباره عن ملح، فلفل اسود، وبابريكا، وزيت زيتون. هعمل على كل جنب، يعني على الجنب ده، وهقلبهم واتبل على الجنب التاني. تتبيله برضو بسيطه ومكوناتها بسيطه، بس بتدي طعم حلو قوي. وزعت بقى التتبيله عليها كويس جدا من الناحيتين، وزيت الزيتون حلو قوي برضو معاهم كده. اتبلت كويس. هنزل بقى عليها بالرز. الورك قدامي بيكون مفرود، وهبتدي احشيه بالرز، يعني زي ما بتحشي حمامه، بس طبعا حشو اسهل بكتير لانه مفرود قدامك. تقدري تحشيه بكل سهوله واريحيه. والحروف او اي طرف يعني بارز شويه، بنلم كل الطروف دي والجلد والحاجات دي كلها. لو حاجه بارزه هتلميها عادي، وتلفيه رول عادي جدا بكل سهوله، مفيش اي مشكله. هنلفها رول، وزي ما عملنا كده بقى الاربع اوراق بتوعنا لفيناهم رول، وحطيتهم في صينيه فيها خضار. الخضار بقى كان عبارة عن بطاطس شرايح، وجزر شرايح، وبصل شرايح، وفلفل اخضر شرايح. لو تحبي اي خضار تاني برضو براحتك جدا، مفيش اي مشكلة. بس الخضار ده نكهة البطاطس تحتها تحفة، متشربة كده من طعم الفراخ والتوابل والرز، خطيرة بصراحة. كده بقى غطينها بفويل كويس وعلى الفرن. لما هتاخد نص ساعة تحت ونص ساعة في الرف الأوسط، هنشيل بقى الفويل وهندهنها بمعلقة كاتشب على معلقة صلصة وشوية من الزيت، ودهنا الوش بس تحت الشواية. خدت اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه ده، كان لون بصراحة خطير، ريحة وطعم يعني ما شاء الله، كانت حلوة جدا جدا. كان نفسي افتحها لكم بس الولاد ما استنوش عليها، طعمها كان خطير. كده بقى خلصنا، وتحتها الرز بتاعها، وطبعا هتقدمي معاها البطاطس. الخضار بتاعها حلو جدا ما يتفوتش، بطاطس، جزر، فلفل، بصل، خطير. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبكم الوصفة النهاردة
ما تنسوناش باللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد في قناتكم أكلة ماما. واشوفكم في فيديو جاي على خير. سلام.